السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعمل ايه. بلفة جلاش واحدة هنعمل كمية حلوة من ست كريمة. عايزة اقول لكم الفيديو ده انا مصوراه بقاله 6 شهور، بس كان عندي ظروف كده وكنت موقفة تنزيل فيديوهات على القناة. فكان عندي على التليفون فقلت انزله لكم. هينفع جدا في وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير. نغير شوية من الكنافة ومن القطايف، ننزل بقى حاجات تانية كتير. معايا كوبايتين من اللبن، هحط عليهم معلقة ونص من النشا ومعلقة ونص من الدقيق. تمام. الفانيليا طبعا مش هحطها دلوقتي. عايزة اقول لكم الدقيق مع النشا بيعمل كريمي كده حلو قوي للحشوة بتاعتنا. تمام. وحطيت معلقتين من السكر، يعني معلقتين سكر، معلقة ونص من النشا، معلقة ونص من الدقيق، وحطيتهم على النار في كوبايتين اللبن او الحليب، وقلبتهم لحد ما خد القوام ده. تمام. ننزل بورقة الفانيليا. زي ما انتوا عارفين انا بحب احط ورقة الفانيليا بعد ما بقفل على الكريمة اللي انا بعملها او الحشوة بتاعتي. هحطها بقى لحد ما تبرد شوية كده، وهنجيب لفة جلاش واحدة. لفة جلاش واحدة عايزة اقول لكم هيطلع معاكم مورق جدا جدا جدا. ما بياخدش كمية من المواد الدهنية اللي هي السمنة، يعني ما بياخدش معانا سمنة كتير. لا بصوا، يعني دي حوالي ربع كوباية، مش باينة في الطبق خالص، مسيحاها. ولفة جلاش. هنمسك بقى ورق. اهم حاجة الجلاش بتاعنا تكوني بتجيبيه من مكان حلو، يعني الورق بتاعنا يطلع سليم كده ومتماسك زي ما انتم شايفين. هاخد ورقتين ورقتين، يعني دول ورقتين، هفردهم على السطح بتاع الرخامة بتاعتي، وهندهن بس بالفرشة كده دهنة خفيفة قوي من السمنة او الزبدة بتاعتك. تمام. عايزة تستخدمي سمنة بلدي براحتك، عايزة تستخدمي زبدة براحتك، اللي متوفر عندك هتعمليه. خلاص انا حطيت ورقتين اهو. هرجع اخد ورقة تاني. عايزة اقول لكم بيطلع زي الفطير، فطير كده بالظبط. خدت ورقتين تاني، يعني حطيت ورقتين تحت ودهنت ما بينهم دهنة بالفرشة كده خفيفة، وهدهن الورقتين التانيين. تمام. اهو بالشكل ده. ما بياخدش كمية سمنة كتير او المادة بتاعتنا الدهنية، لا بياخد حاجة بسيطة خالص خالص خالص، وبيطلع معانا زي الفطير كده، هتشوفوه معايا في الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي وصفة انا بقدمها. بصوا بالشكل ده. خلاص كده بعد ما دهنا ورقتين، يعني ورقتين تحت وورقتين فوق، وما بينهم كل ورقتين كده دهنة من الفرشة بالسمنة. جبت ورقة واحدة من الجلاش، عملتها مربعة بالشكل اللي انتوا شايفينه. ليه؟ عشان خاطر هحط عليها الحشوة بتاعتنا. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا، وهتشوفوها معايا وكملوا الوصفه تعجبكم قوي. وزي ما انتوا عارفين رمضان يعني كنافه قطايف جلاش، فاحنا بنحاول ان احنا ايه نغير في الطرق بتاعه الحاجه. يعني بدل ما نعمل جلاش عادي، لا عملناه بحشوه حلوه وهنزينه تزيين حلو قوي. شوفي معايا اهو. بصوا خلاص انا حطيت على الحته المربعه. ليه؟ عشان خاطر كمان ورقه الجلاش تبقى متماسكه كده. يعني ايه، الكريمه ما تطلعش بره لفه الجلاش اللي احنا مطبقينها كده. خلاص بصوا سهله جدا 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 زي ما انتوا شفتوا معايا. وبصوا بالفرشه بس بندهن دهنه بسيطه خالص، يعني ربع كوبايه سمنه عملت لي لفه الجلاش كامله، ما خدتش مني اي حاجه. بصوا اهم حاجه بقى، انا بحب عامه معجنات اي حاجه، بصراحه بفضل الالومنيا، او اي حاجه بدخلها الفرن بحب بصراحه الالومنيا. بحس ان بتوزع الحراره للحاجه حلوه قوي. هندهن بقى دهن السمنه خفيفه كده على الوش. لفه الجلاش عملت معايا حوالي 5 قطع. تمام. يعني 5 مربعات او 5 قطع. تمام. هعمل دي معاكم وهروح اكمل بقى الباقي اللفة عشان ما اطولش عليكم. انا خدت ورقتين دهنت ما بينهم سمنة اهو تاني. اللي ما شافش المقطع الاولاني انا عملت واحدة تانية معاكم، وهروح اكمل الثلاثة التانيين بقى مع نفسي. تمام. خلاص حطيت السمنة. هحط بقى ورقتين، حطيتهم. هجيب بقى ورقة واحدة احطها، يعني 4 ورقات تحت وواحدة بس في النص، يعني كل اللي احنا بنستخدمه 5 ورقات بالظبط من الجلاش. تمام. 2
ونحط دهن السمنة ونحط 2 تاني، وبعد كده نمسك ورقة واحدة نعملها مربع بالشكل ده عشان تستحمل معانا الكريمة، عشان ورق الجلاش التاني ما يبوش ويتقطع مننا ويطلع الحشوة بره. احنا مش عايزين الحشوة تطلع بره، احنا عايزين الحشوة تبقى جوه متماسكة وحلوة جدا. وبعد كده بنتني الجوانب بالشكل ده، وبين كل تانية وتانية كده بندهن دهنة خفيفة بالفرشة من السمنة. تمام اهو. خلاص هحطها بقى في الصينية، هروح اكمل بقى كل الكمية اللي معايا. انا زي ما قلت لكم لفة الجلاش بتبقى حوالي نص كيلو. النص كيلو عمل معايا 5 قطع من دول. تمام. بصوا اللون بتاعها، حطيتها في الفرن على الشبكة اللي في النص. انتوا عارفين الجلاش من الحاجات اللي يعني بتستوي على طول او بتتحمر على طول، فنتابعها كل فترة والتانية. اهي الرابعة والخامسة كنت حطها في طبق جنبي. تمام. يعني كده لفة الجلاش عملت معايا 5 قطع. طبعا لو اشتريناها من بره هتكلفنا كتير، احنا عملناها في البيت ووفرنا. حاجة حلوة جدا، تنفع في رمضان معاكم. تمام. آه، تحفة تحفة تحفة. طبعا الشربات ما صورتوش معاكم، بس هقول لكم مقاديره. آه، عفوا. هحط كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين ونص من المية، وبياخد معانا عصرة ليمون، وبنسيبه على النار لمدة ربع ساعة، وبعد كده بنشيله من على النار ونحط شوية فانيليا. تمام. ده الشربات بتاعنا. سيبته لحد اما برد، وطبعا الجلاش طالع سخن، يعني الجلاش معايا سخن والشربات بارد. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه، حبة حاجات كده نزوق بيها الجلاش من على الوش. خلاص احنا كده الجلاش طالع سخن واديناه شربات بارد. كوبايتين سكر، كوبايتين ونص ميه، عصرة ليمونة، شوية فانيليا. تعالوا بقى نعمل الحشوة اللي نحطها على الوش. معايا كيس كريم جانتيه. تمام. لو عندك سايب او خام براحتك. هتحطي عليه كوباية لبن متلجة، طالعة من التلاجة، وتضربي الكريم شانتيه لحد ما يبقى بالسمك ده. تمام. هنا معايا مانجا. طبعا انا زي ما قلت لكم انا عامله الفيديو ده بقاله 5 شهور او 6 شهور، فما كان عندي ظروف كده، الدنيا مخبطه معايا شويه، فما كنتش عارفه انزل فيديوهات. فطبعا لو ما عندكيش مانجا متفرزه في الفريزر، عادي بتتباع اكياس في السوبر ماركت. انا كان عندي بصراحه، كان موسم المانجا ساعتها، فكان عندي المانجا دي، عايزه اقول لكم حلوه قوي. ملحمه كده وبتعمل مكعبات، يعني دي احسن نوع مانجا تطلعي منها مكعبات. تمام. وطبعا في اكياس بتتباع في السوبر ماركت، فسهله جدا ان احنا نشتريها. لو مش عايزه تزيني بمانجا خالص، براحتك، حطي موز، هتحطي فراوله، هتحطي كريز، اللي انت حباه اعمليه. تمام. انا جبت المانجايه وقشرتها وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين. تمام. هنجيب بقى الجلاش بتاعنا بعد ما تشرب خلاص الشربات بتاعنا. والكريم جانتيه عملناه. طبعا الكريم جانتيه زي ما قلت لكم، الكيس من الكريم جانتيه خد معايا كوبايه من الحليب او اللبن المثلج. تمام. لو عندك خام استخدميه، يكون افضل طبعا واحسن. انا بصراحه ما كانش عندي وقتها خام، فاضطريت اني استخدمت اللي هو كيس المعلب. بصوا بعمل زجزاج كده. بص التزيين بتاعك اختياري براحتك خالص. وهعمل لكم 2 يعني هاخد كريم شانتيه بالمعلقه عشان الناس اللي ما عندهاش الكيس بتاع الايس كريم، او سوري بتاع كريم جانتيه، يعني القرطاس او القمع او اللي احنا بنزين بيه، تقدري تحطي بالمعلقه سهل خالص. وزي ما قلت لك لو مانجا مش متوفره عندك في الفريزر، ومش قادره مثلا ان انت تشتريها، هتحطي اي تزيين زي ما عملت انا. كان عندي شويه من صوص الكراميل زينت بيه. يعني اي تزيين عندك، ما شرطش مانجا، عايزه تحطي مانجا، عايزه تحطي اي نوع فاكهه في الموسم استخدميها. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. بصوا اهو، حطيت لكم بمعلقه كريم جانتيه عشان تشوفوا ان يعني مش لازم خالص ان يكون عندنا الكيس بتاع الايس كريم بتاع الكريم جانتيه. انا برضو مصممه ان ايس كريم ليه سوري بقى. هو الايس كريم والكريم جانتيه الاتنين شبه بعض اهو زي ما انتم شايفين حطيت مكعبات المانجا. اي نوع فاكهة عندك عايزة تزينيه، عايزة تحطي صوصات زي ما انا عملت كده، صوص توفي، صوص فراولة، كراميل، شوكليت، اللي عندك حطيه اهو. خلاص. وعملنا وصفة حلوة قوي، يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتنال رضاكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب.
شجعوني بقى عشان نعمل فيديوهات كتير، وانتظروا ان شاء الله شوية فيديوهات حلوة قوي 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 قوي. خلاص اهو، تعالوا نقطع بقى قطع كده ونشوفها. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. طبعا بعد ما بنعملها بنسيبها في التلاجة بقى ترتاح، وتاكليها بألف هنا وشفا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ شايفين عامله ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.